السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال رابعة ابتدائي كده معانا الدرس الخامس بعد ما تم شرحه. تعالى نشوف أهم الأسئلة. طب بالنسبة لمستر الدرس الرابع والخامس كان بيتكلم عن الجهاز الهضمي والتنفسي. طب الدرس الخامس بيتكلم عن الأسماك، كيف تتنفس الأسماك، وكلنا عارفين طبعا عن طريق عضو مهم جدا اسمه الخياشيم اللي هو موجود على جانبي رأس السمكة. عرفنا أوجه التشابه والاختلاف بين الإنسان والأسماك وقدرنا نوضحها. عرفنا إن الإنسان بيؤثر على البيئة، وفي حاجة اسمها أسباب التغير في النظام البيئي، ظروف طبيعية وأنشطة بشرية. قدرنا نعرف أيضا دور الإنسان في إعادة النظام البيئي إلى طبيعته أو إلى طبيعته الأصلية، طبعا عن طريق إعادة الزراعة. طبعا إحنا نقلل من تجريف التربة، وطبعا اللي هو التخلص من العوامل الملوثة للهواء والماء. عرفنا نتكلم أو اتكلمنا عن البرمائيات، وعرفنا إن في الضفدع المصري، في الضفدع الذهبي اللي هو انقرض، في حاجة اسمها السلمندر. عرفنا طبعا إن كل دي بيقدر إن هو بيتنفس في الماء عن طريق الجلد، طبعا في اليابس عن طريق الرئتين. طبعا درس مهم جدا. طب تعالى يلا يا مستر بقى نعرف أهم الأسئلة من خلال الدرس. يلا بينا يا أبطال، جاهزين؟ يلا. طب قبل ما تسمع الفيديو حل الأسئلة وتعالى راجع معايا. تمام، يلا بينا يلا بينا. السؤال الأول بيقول لي صح أو خطأ. يحصل الإنسان على الأكسجين من الماء عن طريق الجلد. طبعا الكلام ده غلط. يؤدي تلوث التربة والمجاري المائية إلى انتقال الحيوانات إلى نظام بيئي آخر يلبي احتياجاتها ويساعدها على البقاء. طبعا الكلام ده صح. توجد الخياشيم على جانب واحد. غلط، لسه قايلين جانبين. تعتبر الخياشيم من صور التكيف السلوكي. طبعا غلط، ده تركيب يا مستر. استنشاق عوادم السيارات والمصانع لفترة طويلة قد يصيب الرئتين بالتلف. طبعا صح. إعادة زراعة الغابات بعد تدميرها يحافظ على توازن البيئة. طبعا لما نعيد زراعتها يبقى صح. تحتاج الأسماك إلى ماء نقي للبقاء على قيد الحياة. طبعا صح، لأنه كائن حي حضارات يحتاج إلى الأكسجين، ما ينفعش أي مية. اختر الإجابة الصحيحة. النبات ذو الأوراق الصغيرة والجذور الطويلة يعيش فيه. طبعا جذور طويلة يبقى في الصحراء عشان يجيب مية. الحفاظ على النباتات والحيوانات الأصلية نقط. طبعا ده يحافظ على البيئة. طب السؤال اللي بعده بيقول لي إيه؟ تحصل الأسماك على الأكسجين اللازم للتنفس. طبعا ده يبقى تحصل الأسماك على الأكسجين منين؟ يبقى من المية. التخلص من العوامل الملوثة للماء والهواء. طبعا ده يساعده على استعادة النظام البيئي. السؤال الثالث، أكمل العبارات الآتية. تبتلع الأسماك الماء عن طريق الفم. طب التنفس في الإنسان بيتم عن طريق الرئتين. من الضفادع المهددة بالانقراض. طبعا قلنا الضفدع اللي هو الطين أو اللي هو اسمه الضفدع المصري. حيوانات يمكنها أن تعيش في الماء وعلى اليابس يبقى البرمائيات. من الأمراض اللي بيسببها التعرض لمستويات عالية من التلوث الهواء. طبعا قلنا التلف الرئتين، قلنا أمراض الصدر، قلنا أمراض القلب. طب السؤال الرابع بيقول لي يا أبطال، عضو تستخدمه البرمائيات للتنفس على اليابس. طبعا يبقى الرئة. طب عضو بقى، سؤال جميل، بيقول لي تستخدمه البرمائيات للتنفس تحت الجلد تحت الماء. يبقى طبعا قلنا الجلد. عضو يستخدمه الإنسان للقيام بعملية التنفس يبقى الرئتان. طب عضو تستخدمه الأسماك للتنفس تحت الماء يبقى طبعا الخياشيم. طب يلا يا مستر سؤال أخطر. بيقول لي كيف يساعد الإنسان في إعادة النظام البيئي إلى طبيعته الأصلية؟ طبعا قلنا يا أبطال عن طريق إعادة زراعة الغابات. تجريف التربة لأ. بناء مجتمعات طبعا لأ. جميع ما سبق لأ. يبقى إعادة زراعتها. يدمر نقط الرئتين ويسبب العديد من الأمراض. أنا كده بتكلم عن التلوث، يبقى فعلا تلوث الهواء. تتنفس الأسماك غاز نقط المذاب في الماء. عايزة إيه يا شطار؟ الأكسجين. زينا بالظبط، بس إحنا طبعا بنجيبه من الهواء، هي بتجيبه منين؟ من المية. كيس عضلي يظل فيه الطعام عدة ساعات. يبقى أنا كده بتكلم عن المعدة. في كل من الإنسان والأسماك يتم توزيع الأكسجين على أجزاء الجسم. مين اللي بيوزع يا جماعة؟ حاجة اسمها الدم. الدم ده بقى هنعرفه إن شاء الله الصف الخامس الابتدائي، اللي هو من ضمن أجهزة اسمه الجهاز الدوري.
تتنفس الأسماك الأكسجين الذائب في الماء عن طريق طبعا الخياشيم. يدخل الأكسجين إلى الرئتين أثناء عملية مين يا أبطال؟ برافو عليك، الشهيق. جميع ما يلي يعتبر من التغيرات الطبيعية اللي بتؤثر على البيئة ما عدا، كله طبيعي ما عدا مين؟ يبقى قطع الأشجار، لأن ده اللي هيتم بواسطة مين؟ الإنسان أو الأنشطة البشرية. إزالة الغابات الاستوائية قد تؤدي إلى انقراض. هو مين اللي بيعيش هناك؟ برافو عليك، حرباء النمل. س6 بيقول لي يا بطل، بيقول لي لاحظ الشكل الذي أمامك ثم أكمل. اسم العضو اللي بيشير إليه السهم طبعا كلنا عارفين الخياشيم. وظيفته تنفس تحت الماء. نوع التكيف طبعا تكيف تركيبي. بيقول لي الماء الخارج منه يكون محمل بغاز طبعا يا أبطال ثاني أكسيد الكربون. كلنا عارفين طبعا إن رمز ثاني أكسيد الكربون CO2، وده طبعا إن شاء الله هنتعرف عليه في المرحلة الإعدادية. الصورة المقابلة توضح نشاط يعمل على تغير النظام البيئي. هذا النشاط احنا شايفين راجل بيعمل تجريف للتربة، اللي هو عن طريق الجرار، يعني بيسحب رملة اهو. طيب هذا النشاط يعتبر من نقط، يبقى نقوله الأنشطة البشرية، الإنسان هو اللي بيقوم بيه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي إيه؟ يعتبر قطع الغابات التي تغير النظام البيئي برضو أنشطة يا شطار؟ أنشطة بشرية. طيب الصورة المقابلة طبعا دي الرئتين، هو بيقول لي اسمها ايه؟ يبقى الرئتين. تمام. هذا العضو ينتمي للجهاز الايه؟ التنفسي. في فيديو جميل للجهاز التنفسي استاذ محمد بيشرح فيه ايه يا بطل؟ برافو عليك، بيشرح فيه ايه؟ الجهاز التنفسي تركيبه وجزء الفم مركز عليه قوي، لان طبعا يا جماعة كل جزء في جسمنا سبحان الله ليه فايدة او ليه وظيفة ما يقدرش الإنسان يعيش من غيرها. حتى المخاط اللي هو موجود في الأنف، المخاط ده طبعا وظيفته إن الجو لو في حر جامد أو الهواء سخن، طبعا ده وظيفته إنه بيرطب الهواء قبل ما يدخل على القصبة الهوائية والرئتين. طب يا مستر لو الإنسان استنشق الهواء عادي، الهواء الساخن، لا يا غالي، انت هنا لا قدر الله بيصاب بالأمراض الصدرية أو عرضة للإصابة بالأمراض الصدرية. طب يا مستر، طب ما الجو برد برضه غلط، فعلا الجو برد غلط، ولو احنا استنشقنا الهواء الرطب ده باستمرار او لفترة طويلة طبعا هيأذيني. طب ربنا سبحانه وتعالى حط لي ايه في الانف؟ قلنا يا ابطال سخان. يا مستر سخان ايه بس؟ انا قلت لك اللي هو اسمه ايه؟ شعيرات دموية. دي عشان تعمل ايه يا ابطال؟ برافو عليك، عشان تدفي الهواء قبل دخوله الى الرئتين. قلنا طبعا في فلتر، الفلتر ده اللي هو ايه يا ابطال؟ اللي هو الشعر. طب ايه وظيفته؟ طبعا بينقي الهواء من الجراثيم والميكروبات. تقدر انت مثلا لو كلفت ان انت تكنس مثلا فصل المدرسة، او ان انت مثلا في مكان فيه دخان، لما تروح تتوضى وتعمل عملية الاستنشاق، وطبعا المفترض ان في حاجات هتنزل، الكتل الصغيرة دي، تمام. ما تعملش نفسك اللي انت قرفان، ركز معايا كده، ايوه انت، ايوه انت، طيب ركز معايا. تمام. الحاجات دي بقى اتكونت ازاي؟ يبقى بسبب، برافو عليك، اللي هو ايه يا ابطال؟ بسبب ممتاز اللي هو الشعر. طبعا يا جماعة الأجهزة دي كلها سبحان الله، طبعا الإنسان لو عنده مشكلة في عضو واحد بس، طبعا يعني ممكن يكون عنده مشكلة في حياته. طبعا نسأل الله العلي العظيم أن يشفي جميع مرضانا، وأن يبعد عنا هذه الإيه الابتلاءات، أو إن ربنا يحمينا يا رب ويحفظنا. ربنا يوفقكم طلاب رابعة ابتدائي. سعدت باللقاء معكم. طبعا احنا مكملين معاك النهارده المفهوم الأول بننهيه، وده الدرس الخامس بنحل أسئلته. أنت بقى دورك يا بطل في أسئلة جميلة للمفهوم الأول. اتسلى كده في البيت، ابدأ حلها، أسئلة جميلة قوي على فكرة، يعني معاك ما يقرب من 35 سؤال صح وغلط. شوف أكمل وشوف اختر. يعني أنا يعني بسم الله ما شاء الله الحاجات دي أخدت وقت طويل مننا في إعدادها، ولكن ببقى مبسوط جدا والله العظيم لما بلاقي طالب بيقدر يجاوب معايا. إن شاء الله هنزلك بحلها، بس أنت تقدر تحل مفيش مشكلة، وتبقى تراجع معايا زي ما احنا ما اتعودنا. هتفوت الأسبوع الجاي للامتحان، الأسبوع اللي بعده إن شاء الله هيكون في امتحان شامل على المفهوم الأول. ربنا يوفقك يا رب.
سعدت باللقاء معكم. كان معكم أستاذ محمد عسل، معلم أول العلوم والأحياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.